من وسائل منع الحمل الطبيعية الأخرى هو الرضاعة الطبيعي الحصرية، وحصرية هنا معناها إن الطفل ملوش مصدر غذاء سوى لبن الأم. في الحالات دي بيكون هرمون اللبن اللي هو البرولاكتين عالي، فبيبقى في اعتماد على فكرة إنه مانع التبويض، وبالتالي ما بيحصلش حمل. وخصوصا في السيدات اللي ما بينزلهمش دورة مع الرضاعة المعروفة باللاكتيشن الأمينورية، وده بيحصل في 60 ل 85% من السيدات في الرضاعة في أول 6 شهور بعد الولادة. بعد عمر 6 شهور للطفل، لو الرضاعة ابتدت تقل ويبقى ليه مصادر تغذية أخرى، بيبدأ هرمون اللبن يقل، ممكن يبتدي ينزل دورة، ونسبة اللاكتيشن الأمينورية في الفترة دي من بعد 6 شهور بتبقى من 10 ل 40%. ولكن طبعا حابب أكد إنه فكرة الاعتماد على الرضاعة الطبيعية في منع الحمل في أول 6 شهور أو في طول فترة الرضاعة حتى لو ما بينزلش دورة، ده مش آمن 100%. عشان كده بنضيف أقراص منع الحمل المخصصة للرضاعة اللي هي الأقراص أحادية الهرمون أو البي أو بي، وأحدثهم دلوقتي اللي هو الديجوستريل. بنستخدمه قرص يوميا لمدة 6 شهور بانتظام وبدون توقف، سواء بيجي دورة أو ما بيجيش دورة. بعد 6 شهور مستوى هرمون اللبن ممكن ابتدى يقل، ممكن تنزل دورة. علشان كده بنحتاج وسيلة أقوى، وده اللي هنعرفه إن شاء الله في الحلقات الجاية. شكرا ليكم، أشوفكم على خير إن شاء الله. دمتم بخير.